انا طالعه علشان اقول لكم كلمتين بما يرضي الله قبل ما حد يفكر يستخدم الشفره اللي هي بتاعت الوش دي اللي البنات بتعمل بيها الايام دي زي الرجاله كده وبتحلق. انا واحده من الناس برضو اللي حبيت اجرب الاختراع الفاشل ده، فاشل بجميع المقاييس من جميع النواحي، تجيبوها كده فاشل. الكلام ده للرجاله، الكلام ده مش للستات. انا جربتها زي اي واحده ما راحت جابت جل وحبت بقى تعمل كده الحركات ديت، وبلاش نروحوا كوافير ونظبطه في البيت احنا. مشروع فاشل، ده موس وبيقطع الشعر وبيطلعه تقيل. اللي بيقول لي غير كده كداب. محدش يا جماعه يمشي الشفره دي على وشه، محدش الستات عارفه الطريقه المعتاده اللي بنشيله بيها اي شعر اي حاجه في الوش. الستات كلها عارفه، مش مستنيين اقول لكم. اللي انا عايزه اقوله لكم واقوله للبنات الصغيره اللي عايزه تجرب، ما تجربيش الاختراع ده. لو الشعريه بتطلع لك خلال شهر وخفيف، ده هيطلعهولك اسبوعين وتقيل. ومع الاستمرار كل مره كل مره هتبقي عامله زي الراجل، هتبقي شبه الراجل. واللي هو بقى هتبقي مجبره انك تعملي بقى كل شويه علشان خاطر الشعر التقيل يروح. ما انت هتشيليه ازاي يا جماعه؟ الستات عارفه الطريقه المعتاده اللي كلنا بنعمله بيها دي. كانت هتبوظ لي وشي يعني. انا الحمد لله عملت بيها مره واحده ولاحظت الفرق، الشعر بيطلع تقيل. محدش يفكر يشتري الشفره دي. اللهم بلغت. انا حبيت انصح البنات وانصح اي ست بتفكر تجيب الشفره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.